السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن احوال. صباح يوم جديد كله طاقة وبركة ونشاط. النهاردة ان شاء الله معايا يوم جديد باذن الله يعجبكم كده، ونستفيد مع بعض ونتشجع ونتنشط كده مع بعض ان شاء الله. هو الروتين بسيط بس ان شاء الله يكون حلو كده ويعجبكم. فيلا بينا نسمي ده ونصلي على سيدنا محمد ونبتدي على طول على فيديو النهاردة وعلى بركة الله. اول حاجه كده كنت بغلي لبن، وكنت كمان قلت بقى هولع على ميه علشان نعمل نسكافيه اللي هو الكابتشينو اللي احنا اصلا بنعمله في البيت. تمام. فطبعا ابني جنبي، فاسفه على الازعاج اللي هيحصل، بس هحاول على قد ما اقدر ان هو اسكته. فقلت بقى هنعمل الاول نسكافيه كده. كنت عامله ليا انا وابني الكبير. فطبعا يعني قلت ان انا اروق دماغي كده على الصبح ونعمل اي حاجه تفوقنا، لان طبعا من غير القهوه ومن غير النسكافيه والحاجات دي الصراحه الواحد مش بيقدر يقوم من النوم. فقلت بقى نبتدي اليوم النهارده بكده. طبعا الرغوه حلوه جدا ما شاء الله وعاليه جدا. آه يعني الحمد لله ان لقيت هنا في المكان اللي انا فيه حد بيبيع اللي هو النسكافيه اللي هو مصر الكافيه ده. فالحمد لله اللي انا لقيته، يعني انا شفته وانا معديه، فقلت باذن الله لما اخلص الكميه اللي عندي هروح اللي انا اجيب من عنده. فباذن الله اول ما اخلص الكميه اللي عندي، لان كنت جايبه كميه حلوه وانا نازله. كنت جايبه علبتين اللي هما الكبار دول فحلوين، وكنت جايبه كمان اللي هو الاكياس. فاول ما اخلصه باذن الله هجيب. بس عايزه بقى اعرف هو الكوفي ميكس لاني كنت بحبه جدا. ده مقاطعه ولا عادي؟ فيعني اللي عنده المعلومه دي يقولي. اللي انا لقيته هنا عندهم موجود هنا اللي هو النسكافيه اللي هو النسكافيه العادي، واللي هو مصر كافيه، وكمان في موجود اللي هو الكوفي ميكس. بس صراحة انا من عشاق الكوفي ميكس بالذات، لان انا يعني ماليش في اللبن قوي، فبحب اللي انا اشربه من غير لبن، فهو بيبقى خفيف على المعدة كده وبحبه. اللي هو اللي انا لو عايزه اعمل بقى اللي هو كابتشينو او اللي هو رغوة الكابتشينو لازم اجيب اللي هو النسكافيه البلاك او اللي هو مصر كافيه اللي هو مش مقاطعة دلوقتي. تمام. تعالوا ما اقول لكم على حاجة مهمة جدا وعلى الدرس بتاع دكتور ماس ده يا بنات. درس هو رياضة بس بشكل مختلف. الدرس ده بسم الله ما شاء الله حلو جدا، بينمي ذكاء الطفل. فلو بامكانك توديه ابنك حاجة زي دي توديه. تمام. عايزه اقول لكم ان ده بعد يوم طويل خالص، اصلا طبخت بس كان معايا ناس وكده فمعرفتش اصور الاكل. فقلت بقى يعني هنا بقى كانت مامتي جات لي وكده، فكانت جايبه لبن. فقلت خلاص نعمل شاي بلبن بقى شويه كده ونروق شويه على نفسنا. ما شربتش الشاي بلبن بقالي كتير قوي، بقالي فتره كبيره. فقلت كده اللي انا اشرب انا وهي وابني وخلاص على كده. فطبعا قلت اللي انا اشرب كده ونروق على بعض كده. وعايزه اقول لكم ان الحمد لله يا رب، يعني بعد ما قلت لكم ان خلاص كان في عمليه وكده لابني، ابني الصغير، الحمد لله بعدها بيوم حصل نزيف وحصل حوارات كتير. فانا يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني الحمد لله النزيف ده كان امبارح، الحمد لله النهارده شبه متوقف بس متوقفش نهائيا، يعني توقف بنسبه مثلا 60% او 70%. فالحمد لله يا رب، يعني الحمد لله ربنا يجيبها كده سليمه ويقومه بالسلامه ويقوم اخوه، لان كان ابني الكبير عامل عمليه اول ما نزلنا على طول، وابني الصغير عامل العمليه دي كمان. فالحمد لله يا رب ان بس ربنا يعديها على خير بس كده، ويقوموا الاتنين بألف سلامه. فالحمد لله يعني. تمام. فاللي خضني بس هو موضوع النزيف والكلام من ده، بس الحمد لله يعني عدت الحمد لله على خير. وباذن الله يعني هستمر معاكم بقى باذن الله في الفيديوهات. بس طبعا الفتره اللي فاتت دي كلها كانت فتره كلها، يعني انا بحاول انا انزل والله كل يوم. بس طبعا يعني ببقى مصوره فيديو بس انا ما ببقاش مسجله، فاهمني؟ فبيجي مثلا ظرف ان انا بقى عامله عمليه او حاجه، عامله عمليه لابني او حد تعبان او كده، فبيجي طبعا ضيوف وكده، فطبعا فما بقدرش ان انا اكمل تسجيل الفيديو، او ما اقدرش اكمل مثلا الطبخه اللي انا بعملها معاكم، فده اللي بيعطلني. بس الحمد لله يعني ربنا يعديها على خير، هو يومين ثلاثه باذن الله بس الدنيا تفوق والناس برضو ما عادش تيجي كتير. وباذن الله هكمل معاكم الفيديوهات اللي احنا بنعملها على طول، والميزانيات الكتير قوي. كان في ناس كتير طلبوا مني ميزانيات على الفيسبوك. باذن الله هعملها معاكم، بس استنوا عليا شويه بس. يعني بحاول انا اقدم معاكم بس روتين خفيف كده علشان بس من يعني ما نتوهش من بعض او ما ننساش بعض. وباذن الله بعد بس ما نفوق
وافوق كده من اللي انا فيه. ادعوا لي يا بنات وادعوا لابني كتير، لان والله العظيم يعني فتره كلها دمار. باخد محاليل كتير، الانيميا عندي وحشه، وباخد محاليل الانيميا يوم ويوم. وطبعا عايزه اقول لكم ان انا امبارح يعني بعد ما ابني وديته للدكتور عشان النزيف والكلام ده كله، جيت والله العظيم يعني يومها بالليل خلاص انا كنت اصلا ضايعه ودخت وتعبت جدا. فطبعا اضطريت ان انا اركب التركيبه تمام اللي هي المحلول. فوالله العظيم يعني بصوا حيره ما بعدها حيره. الحمد لله يا رب، يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يعني يعديها بس على خير. فعايزه اقول لكم بس ان هي فتره صعبه. انا باخد محاليل وتعبانه، وهما كمان تعبانين الولاد. يعني الحمد لله ابني الكبير بقى كويس، بس برضو بتابع له عند دكتور العيون وكده. يعني انا مش سايباه، يعني هو لازم بيروح كل اسبوعين مره يتابع، ونشوف بقى حالته هتبقى عامله ازاي وكده. لان العمليه ما نجحتش بنسبه 100%. كان المفروض يفتح عينه في نفس يوم العمليه، وهو فضل يومين مش راضي يفتح عينه خالص. يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني انهارت عليه وعملت مشكله كبيره جدا معاه علشان يرضى يفتح عينه، وبرضه ما فتحش عينه. دول اللي انا خدته للدكتور، والدكتور هو اللي فتح له عينه غصب. ما كانش هيفتح عينه خالص، لانه كان خايف ومتوتر وكده، فما كانش راضي ان هو يفتح عينه. فالموضوع ده عامل عنده مشكله، لان العضلات ما اشتغلتش كلها مره واحده. المفروض لما يحصل عمليه زي ديت اللي هي بتاعه الحول الرأسي، المفروض ان العيل يتفتح عينه على طول. ففضل يومين دول كانوا كتير جدا على العضلات، لان الدكتور مش بيشتغل بالتثبيت. التثبيت ده بيقولك فترة وبيروح، فهو بيظبط الحاجة وبيسيب العضلات تشتغل على مهلها. فالحمد لله ان ربنا بس عداها على خير. بس هو يعني النسبة راحت بنسبة مثلا 75%. فدي برضو نسبة الحمد لله يا رب، الحمد لله راضية بيها، والحمد لله يا رب يعني ان هي جت على قد كده. فالمشكلة عنده دلوقتي هي لما يبص في عينك كده تمام عينه كويس، شمال حلوة يمين حلوة تحت حلوة، بس لما يرفع عينه فوق بيظهر نسبة بسيطة. فالحمد لله مش مشكلة. يعني هو الدكتور قال ان هي بعد ان هو محتاج شوية تمارين، وانه شوية يعني لما يلبس النضارة وهيحصل وهنروح له كذا مرة برضو كده متابعة وكده، ومع انه كمان هيكبر فبإذن الله الدنيا هتتظبط. فالحمد لله يعني مستبشرة خير من عند ربنا، وان شاء الله ربنا هيجيب كل حاجة كده سليمة، وهيجيب كل عواقب سليمة بإذن الله. فخلصنا من الكبير دخلنا في الصغير، وشوية شوية وهدخل في الولادة، والولادة بتاعتي بتبقى قيصري. فسبحان الله يعني احنا من يوم ما نزلنا الحمد لله واحنا عمالين اصلا متشحططين من هنا وهنا، يعني مسكتناش شوية هنا شوية هنا. المهم اللي احنا يعني دخلتنا عند الدكتور بعملية على طول. فالحمد لله يا رب. المهم زي ما انتم شايفين كده قلت ان انا اشطب معاكم المواعين، وكنت مطلعه شويه حاجات من تحت السرير. كانوا الجماعه مدخلين حلل كنت محتاجاها، وكانوا مدخلين كمان صواني وحاجات كنت محتاجاها، فكانوا مدخلينها تحت السرير، وانا كنت محتاجاها طبعا لان حاجات كلها مفيده، وهما مش واخدين بالهم. يعني طلعين لي بس حلتين 3 صغيرين بس، وانا طبعا يعني لما بيبقى جوزي هنا الحلل الصغيره بستخدمها اكتر من الكبيره، بس ان هو مش هنا لان بضطر اعمل اكل على يومين، يعني كراحه وفي نفس الوقت عشان طبعا اقدر اخلي بالي من الولاد وكده. فبعمل الاكل على اليومين، فببقى محتاجه حلل كبيره فاهميني. قالوا لا ده هي تستخدم الحلل الصغيره، فطلعوا لي الحلل الصغيره وسابوا كل الحلل الكبيره تحت السراير والحاجات دي. فالنهارده بقى كانت مامتي عندي، فقلت لها بقى تعالي نطلع بقى اللي تحت السرير ونطلع الدنيا دي كلها. طبعا غسلتهم وظبطتهم، هتشوفوا في الاخر الفيديو لاني معرفش اصور معاكم بقيه الفيديو. فقلت بس ان انا يعني اوريكم شويه حاجات، وفي الاخر ايه اوريكم انا غسلت ايه كله على بعضه يعني تمام. هنا كمان قلت ان انا هروح زي ما انتم شايفين كده اغسل البوتاجاز وامسحه كويس، ويبقى كده خلاص غسلت المواعين وخلصت الشقه الحمد لله. كنت منضفاها برضو، بس كانت في ضيوف عندي وانا بنضف. يعني شوفوا بقى سبحان الله، كان عندي ضيوف وانا بنضف، بس مش ضيوف غراب يعني فاهميني. ناس قريبه مني سلايف وكلام من ده، يعني فهو عادي واخدين على بعض. فكنت بنضف البيت وهم قاعدين، يعني هما داخلين وانا بنضف، فكملت بقى تنظيف وكده، وما عرفتش ان انا ايه اصور معاكم تنظيف البيت. بس باذن الله يعني كده كده بيتوسخ كل دقيقتين اصلا، فباذن الله هصور معاكم بكره فيديو تاني،
وباذن الله بكره اصلا في سوق، فهصور معاكم مشتريات السوق، فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها تعجبكم كده وتكون عند حسن ظنكم. المهم غسلت كده البوتاجاز وظبطته، وهوريكم كمان بقى في الاخر كده لقطه بسيطه، وخلاص على كده تمام. البوتاجاز يا بنات بجد يعني عايزه الاستانلس يلمع، في الاخر امسحيه بفوطه نظيفه، فوطه ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، بينضف وبيبقى زي الفل. يعني بلاش خل عشان ريحته بتبقى مزعجه قوي، والصراحه هي الفوطه هي اللي بتجيب معاكي من الاخر وبتمسحه مسحه حلوه. كمان الفوط اللي بتتشرى من بره هي الصراحه اللي فيها الخلاصه. يعني الفوط اللي انا جايباها دي الخمسه ب25، يعني الواحده واقفه لا الخمسه ب30، بس ما شاء الله يا بنات حلوين جدا، فهاتيهم بجد هينفعوكم، وكمان بينضفوا وبيشربوا الميه كويس قوي تمام. فكده بقى اكون وصلت معاكم للنهايه. تعالوا بس اوريكم لقطه بسيطه كده للبوتاجاز وكمان للحوض، واقول لكم غسلت كميه مواعين اصلا محترمه. فاشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، ومع الف سلامه.